أسامة فيصل يقترب، والزمالك يفاوض مدرب سلة الاتحاد. أسامة فيصل يقترب من الأهلي، الزمالك يفاوض مدرب سلة الاتحاد السكندري، سبورتنج يزاحم الأهلي لضم لاعيبة منتخب مصر لكرة الطائرة، إنبي وبتروجيت يتصدران بطولات تنس الطاولة، منتخب الشباب العلامة الكاملة في كأس العالم لكرة اليد. أسامة فيصل يقترب من الأهلي، تحرك سريع من النادي الأهلي في الأيام الحالية لإنهاء صفقة انتقال أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي ابتداء من الموسم الجديد في صفقة تمسك بها مسؤول القلعة الحمراء وكمان المدير الفني الأسباني ريفيرو اللي اتعرض ليه فيديوهات اللاعب ورحب بيه جدا. الاهلي رصد ميزانيه كبيره جدا لضم اسامه فيصل والصفقه هتوصل ل 50 مليون جنيه بخلاف المميزات ونسبه اعاده البيع اللي هتمنح للبنك الاهلي المصري في حاله تحقيق اللاعب بالمميزات دي. وخلال الساعات الجاريه الاهلي بيحاول يخلص الصفقه عشان يعلن عنها بعد الانتهاء من المشاركه في كاس العالم للانديه. الزمالك بيفاوض مدرب سله الاتحاد السكندري. نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع احمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري عشان يتولى تدريب الفريق بالقلعه البيضاء ابتداء من الموسم الجديد، خاصه بعد الاستقرار على مدرب محلي واستبعاد فكره التعاقد مع المدرب الاجنبي. الزمالك فتح باب المفاوضات مع احمد عمر ولكن رد مدرب الاتحاد انه مستمر حتى الان مع فريقه ومفيش اي جديد بخصوص الرحيل عن زعيم الصغر الاتحاد، واذا حصل اي مستجدات هيكون في تفكير في عرض النادي الزمالك برغم انه رفض العرض الان الا انهم عندهم امل في التعاقد مع احمد عمر بعد النجاحات اللي حققها مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي. سبورتنج بيزاحم الاهلي على ضم لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة. نادي سبورتنج دخل في مفاوضات متقدمة مع نور ياسين لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة واللي بتلعب في دوري الجامعات الأمريكية وانهت مشوارها فيه بعد دراستها وهترجع تاني للمشاركة في البطولات المحلية وبتفكر في النادي اللي هتنضم ليه. نور ياسين قبل السفر لأمريكا كانت لاعبة في النادي الأهلي واللي فتح بالفعل معاها خط اتصالات عشان العودة بالتزامن مع اقتراب تعيين مدير فني لطائرة سيدات الأهلي بعد رحيل إبراهيم فخر الدين والاقتراب من تولي هاني صالحي المسؤولية. ولكن في ظل محاولات الأهلي نادي سبورتنج دخل بقوة، واضح إن هم عندهم رغبة في بناء فريق كرة طائرة جديد يقدر ينافس الاهلي والزمالك اللي محتكرين البطولات، ولو ده حصل هيكون في صراع في المنافسه على لقب دوري كره الطائره. انبي وبتروجيت يتصدران دوري تنس الطاوله. انتهت الدوره المجمعه الاولى لتنس الطاوله واللي شهدت تفوق كبير جدا من نادي انبي اللي فاز بالدوره المجمعه الاولى رجال على حساب النادي الاهلي في تفوق واضح رغم ازمه رحيل اللاعبين اللي حصلت قبل بدايه الموسم ورحيل نجمين من الفريق والانتقال للنادي الاهلي. وفي منافسات السيدات نادي بتروجيت قدر يفوز بالدورة المجمعة الأولى بعد الفوز على انبي في المباراة النهائية عشان يشتعل الصراع في دوري منافسات تنس الطاولة، وهنشوف في الدورة المجمعة الثانية لو تقام في الإسماعيلية إيه اللي هيحصل. منتخب مصر للشباب العلامة الكاملة في كأس العالم لكرة اليد. منتخب مصر للشباب لكرة اليد بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد تأهل للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد والمقامة حاليا في بولندا بالعلامة الكاملة بتحقيق 3 انتصارات متتالية بتصدر المجموعة وكان آخرها الفوز على بطل أوروبا وبطل العالم منتخب أسبانيا 3029. منتخب الشباب لكرة اليد هيلعب في الدور الثاني في مجموعة بتضم مصر وأسبانيا وألمانيا وسويسرا، ودي مجموعة نارية هيتأهل منها أول منتخبين لدور الثمانية ومنتخبنا هيواجه فيها سويسرا ثم ألمانيا واللي بنتمنى ليهم كل التوفيق واستمرار المنافسة والمستوى المتميز في البطولة. خلصنا حلقتنا النهاردة، استنونا في الجديد. ما تنساش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة: رأيكم في مفاوضات الزمالك مع أحمد عمر المدير الفني لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري؟